أنا متجوزة من فترة ولسه ما كملتش سنة واحدة وقاعدة مع جوزي في بيت لوحدنا، والشقة دي أصلا تبقى بتاعت مامته الله يرحمها، وإحنا قاعدين فيها عشان ظروفنا على قدنا، وكانت كاتباها باسمه لحد ما نلاقي شقة، بس ماتت قبل ما نمشي. وكل يوم كنت أصحى ألاقي جوزي بيتخانق مع إخواته في التليفون عشان عاوزينه يمشي من الشقة لأنهم عاوزين يبيعوها وكل واحد ياخد نصيبه في الورث، بس هو كان رافض وقال لهم يعني يرضيكوا أبيعها وأقعد في الشارع أنا ومراتي الحامل اللي خلاص هتولد كمان كام شهر. وللأسف هم ما كانش فارق معاهم، مع إن ربنا مديهم وكل واحد عنده شقة واتنين شايلهم لعياله. واللي زود المشاكل إني كنت رايحة أنا وجوزي في يوم نكشف لأني كنت تعبانة قوي. ساعتها الدكتور قال لي في خبر مش كويس يا مدام، للأسف الجنين فيه نسبة تشوهات كبيرة، ولو فضل عايش مش هيكمل كتير لأن قلبه فيه تشوهات. قلت الحمد لله على كل شيء، ورجعنا أنا وجوزي ساكتين ومش عارفين نقول لبعض إيه. فقلت له على فكرة أنا ممكن أنزل الولد. قال لي أنا مش كافر عشان أموت ابني بإيدي، وبعدين ده اختبار من ربنا، لو نجحنا فيه حياتنا هتتحسن ونبقى أحسن من كده أنا متأكد. أنا ما كنتش عارفة هستحمل اللي أنا فيه ده إزاي، وأصلا هفضل مستنية كمان 4 شهور لحد الولادة. وبصراحة جوزي في الفترة دي كان بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يجمع فلوس للولادة، وبقى ينزل شغلانتين مع بعض ويجي على صحته عشان ما نحتاجش لحد من إخواته. لحد ما جات لي في يوم المكالمة اللي شقلبت حياتي: يا مدام جوزك اتقلب بالعربية بتاعته واحنا واخدينه على المستشفى. رحت بسرعة، بس لما وصلت كان جوزي مات وخلاص دخلوه التلاجة. واللي يحرق القلب ان بعد موته بيومين لقيت اخواته جايين بيكلموني على الشقة وانهم عاوزين يبيعوها وانا ارجع على بيت اهلي. وكنت كل يوم بنام وانا بفتكر كلام جوزي وبقول اكيد ربنا مش هيسيبني انا واللي في بطني لوحدنا. ويوم الولادة بتاعتي حصلت حاجة غريبة قوي. بعد ما ولدت ابني كان نازل طبيعي وما فيهوش حاجة، قعدت احمد ربنا وفضلت واقفة جنبه في الحضانة وشايفاه بيتحرك قدامي، بس هم 7 ساعات تقريبا، ولقيت الممرضة جاية تقول لي البقاء لله الطفل اتوفى. وساعتها انا عرفت ان ده كان ترتيب ربنا من البداية، لان الولد ده هو اللي هيخليني اورث الشقة بالقانون لانه اتولد عايش، ومكتوب في تقارير المستشفى ان الطفل اتولد عايش، يعني بقى هو الوريث الشرعي لابوه. ولما الولد مات بقيت انا الوريثة الوحيدة والشقة بقت بتاعتي. ساعتها افتكرت جملة كان بيقولها لي جوزي دايما: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم.